اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا الفيديو ده كان شهير قوي على السوشيال ميديا من كام يوم كده. كبسة الإلهام. دي سموها كبسة الإلهام عشان بنطلع فيها كل طاقتنا وكل اختراعاتنا. حاجة كده فاخر من الآخر، ومش هتاخد معاكي ربع ساعة كده. بصراحة كان طعمها خطير وكانت خرافة. ممكن تعمليها باللحمة وممكن تعمليها بالفراخ المتوفر عندك، مفيش أي مشكلة، مش هنقف على حاجة. بالفراخ حلوة وباللحمة حلوة، حاجة كده ولا في الخيال، وهتشرفك قدام ضيوفك وهتنجز معاكي. بس قبل ما نخش على التحضير والمقادير، ما تنسونش في لايك وشير واشتراك في القناة ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا حلة فيها حبة زيت على سمنة كده، وبنزل ببصلتين وسط، سواء بصل أحمر أو أبيض المتوفر عندك. بعد كده بنزل بملح وفلفل، وبفضل أقلب البصل ده لحد ما أوصل للون اللي أنا عايزاه. أنا عايزاه لون غامق شوية كده، زي البصل اللي احنا بنعمل بيه رز السمك، اللي هو رز الصيادية، زي البصل بتاع الكشري كده. وبعد كده هفضل لحد ما اوصل للون الذهبي ده. فاحنا لسه هننزل بالفراخ طبعا مغسولة ومتنضفة. ممكن تشيل الجلد عنها، مفيش اي مشكلة، بس انا ما بحبهاش اشيل الجلد منها وكده. ممكن تعمليها باللحمة، مفيش اي مشكلة. المتوفر عندك لحمة كده هتستوي كده هتستوي كده، يطلع زي الفل وهتاخد معاكي نفس الوقت. وهنزل بالفراخ طبعا مغسولة ومنقوعة، وطبعا انتوا عارفينها في الفراخ حاجة كده فاخر منها. وهفضل اقلب كده بالبصل، مش هضيف اي مية. وبعد كده هنزل بلومي، وهنزل بعود من القرفة، وهنزل بالقرنفل، وهنزل باتنين او تلاتة من الحبهان. وبعد كده هفضل اقلب زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل ببهارات معلقة كبيرة من بهارات الكبسة. بهارات الكبسة عبارة عن كاري وكركم وحبهان وبصل بودر، توم بودر، بروح نجيبها من عند العطار. لو مش متوفرة عندك استكفي بالكاري والكركم، معلقة كبيرة هتظبط معاك كل الدنيا. وبعد كده هقلب، وهنزل بمعلقتين صلصة كبار، دول كانوا متوفرين عندي. ممكن تبشري طماطماية لو مش متوفر عندك الصلصة، بس هي حلاوتها الصلصة باللون الأحمر اللي احنا شفناه في أول الفيديو. هفضل اقلب كل الكلام ده، هنزل عليهم بمية مغلية، وهفضل اقلب كل الكلام ده لحد ما هوصل لسوى الفراخ 3/4 سوا. وبعد كده خلاص احنا وصلنا. شايفين منظر الصلصة مع الفراخ، حاجة كده فاخر. معايا هنا كوبايتين رز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة 10 دقايق. وهنزل لو مش متوفر عندك رز بسمتي برز مصري مفيش اي مشكلة. هنظبط بقى الملح بتاعنا وكل حاجة وهنسيبها. حط قرنين فلفل اخضر كده عشان طبعا لزوم الريحة والطعم كده. بناخده خلاص كده بنسيبهم. بعد كده بنوطي النار. خلاص كده هي الدنيا تمام. لا رز معجن بقى ولا اي حاجة، ولا الفراخ اتهرت مننا ولا اي حاجة. واللون الاحمر الجميل ده احنا هو ده اللي مطلوب. كده خلاص هطفي عليه واخلي فيه اثر ميه كده زي ما انتوا شايفين. مش هتعمل اي حاجه، هي كده. هي كبسه الالهام كده. مش هتاخد معاكي ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير. بعد كده هنعمل جنبها بقى حبه سلطه زبادي على حبه سلطه دقوس، حاجه كده فاخر من الاخر زي المطاعم بالظبط. معايا هنا كوبايه زبادي، ومعايا هنا خياره مبشوره مفرومه في قلب الكبه، وبنزل بيها بكوبايه الزبادي. وبنزل بمعلقة توم مفروم، وبنزل بعصرة ليمونة ونقطتين خل. هفضل اضرب كل الكلام ده لحد ما اوصل لقوام كريمي كده. وهنزل بملح وفلفل وكمون فقط لا غير. وهفضل اعمله كده بالشوكة، افككه بالشوكة لحد ما اوصل لسلطة سايلة عادية. كده بنزل بمعلقة زيت زيتون. وبصراحة الطعم كان خرافة، يعني بصراحة سلطة الزبادي مع الدقوس مع كبسة الإلهام حاجة كده فخر من الآخر. بعد كده معايا كبة. بنزل بعودين من الكزبرة الخضراء مع قرنين فلفل، واحد حامي واحد بارد. وبعد كده بنزل بطماطميتين او 3، الكمية اللي انت تحبيها في قلب الكبة. وهنشوف دلوقتي هنضيف ايه على سلطة الدقوس اللي هي مشهورة جدا في المطاعم. دي بناكلها مع المشويات مع الكبسة، تبقى جميلة جدا جدا. وبنزل بمعلقة صغيرة من الثوم وملح وليمون وخل وكمون وفلفل وملح. وهضرب كل الكلام ده في قلب الكبة. كده الدنيا حلوة والدنيا زي الفل. بصراحة حاجة فاخر من الآخر زي ما احنا متعودين. سلطة الدقوس أصبحت جاهزة معايا، وبقيت ريحتها وطعمها والله خرافة مع سلطة الزبادي، مع معلقتين كده من زيت الزيتون. لو متوفر عندك، مش متوفر هنستغنى عنهم خالص.
بصراحة شايفين طعمها ولونها حاجة كده فاخر من الآخر زي ما احنا متعودين. كده خلاص السلطة خلاص خلصت معايا، على بال كده ما الكبسة تاخد نفسها شوية كده من السخونية وتهدى من السخونية شوية، وبعد كده هنغرفها في طبق غويط كده، ومعايا حبة مكسرات عين جمل على لوز بحمصهم بمعلقة سمنة. بعد كده شايفين الفراخ دايبة والرز ولا معجن ولا أي حاجة، حاجة كده فاخر من الآخر مع سلطة الزبادي وسلطة الدقوس. جربوها والله تحفة، لو عندك ضيوف ولا عزومة ولا أي حاجة قومي تشجعي بقى وجربيها بألف هنا وشفا. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أشوفكم على فيديو جديد يا حبايبي. بصراحة طعمها كان خرافة، أقسم بالله دي شهادة. قوموا جربوها وانتوا هتعرفوا هتدعولي. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.